14 years of production. زي ما بيقولوا الشاطر بيريح. ايه اللي بكره ممكن يخيش مني؟ دلوقتي نفسي قوي افتح مشروع عربيه باتر تيجي تعمل أكل. بريك التصوير. حلقة جديدة من سينك كاست هنا في السينك سامت، والنهاردة معانا محمود دربالة. اهلا محمود، بدل ما انا ادي انترو افضل انت ادي انترو عن نفسك. لو هتقدم نفسك هتقدم نفسك ازاي؟ هقدم نفسي برودوسر. اشتغلت طول حياتي برودوسر، وبحب جدا ان انا ما عملتش اي حاجه تانية. يعني في ناس كتير قوي بدات حياتها مساعد مخرج او ايجنسي برودوسر او اي شغلانه غير انتاج. انا بدات حياتي في 2011. حظي كان تحفه الحمد لله. رميت الكاب وقلعت الجاون يوم 14 يناير 2011. 11 يوم ثوره، كيك وقاعده في الشارع وكده. وبعد كده بدات في مارتش 2011. قعدت في فاينل كات فيلم برودكشن، هي من اقدم البرودكشن هاوسز في مصر، بتاعت الحاج عمرو عرفه. طبعا الناس كتير قوي ما تعرفوش عن الحاج عمرو ان هو مخرج طبعا عظيم، وفي نفس الوقت هو في الحقيقه برودوسر هايل. هو برودوسر الارهاب والكباب بقى وحاجات قديمه جدا. فافتكر اللي شكلني اقدر اقول هم الثلاث سنين الاولانيين في فاينل كات، وبعد كده قعدت 4 سنين في ماجيك بينز مع اخويا احمد الجنايني، وبرضه استفدت قوي لان كنا بنشتغل هنا. عرفت عمر حمدي شريكي في باتر، كان في مكتب احمد الجنايني ومكتب طارق الجنايني، كان على طول في اعلانات وفي SNL اعلانات ومسلسل اعلانات. فكانت فتره برضه اتعلمت فيها قوي كتير قوي. بعد كده قعدت في جود بيبل 3 سنين، 4 سنين لحد من سنتين فتحنا انا وعمر حمدي باتر. افتكر دي الطريقه اللي ممكن اقول 14 years of production. دي الطريقه اللي اقدم بيها نفسي. ما عملتش حاجه تانية، وما حبيتش عمري حاجه تانية، وما لقيتش شغفي في اي حاجه تانية غيره. بحبه جدا. بس اكتشفت شغفك ده ازاي؟ هقول لك قصه. كنا في المدرسه وانا عيلتي فيهم 3-4 عملوا مشوار فني كويس. خالي عزت ابو عوف، وخالتي مها ابو عوف، وبنت خالي مريم ابو عوف، وخالتي مها ابو عوف. كلهم عملوا حاجات. في يعني اقدر اقول مثلا كبرت على ان خالي كان ممثل ومها ممثله، كان في الموضوع ده موجود. بس كنت على طول بحب ان انا اروح التصوير واركز قوي مع الناس اللي ورا الكاميرا، لان كان على طول هم في البيت وكده بشوفهم عاده. فبحس ان اللي ورا الكاميرا كانوا مور انترستنج بصراحه. وبعدين في المدرسه كان على طول عندنا، ما اعرفش على جيلنا يعني، كنا بنصور افلام قوي. كان جريد 11 وجريد 12 ده بنصور فيلم. انا طلعت مجاميع في فيلم الناظر قبل كده. كان تربط عيلتي وعائله استاذ شريف عرفه علاقه كويسه جدا. وفي فتره من الاوقات كنا بنصيف عندهم في العجمي، وكان الناظر بيتعمل، وحبيت قوي ان انا احضر التصوير. بعد كده عملت حادثه قصيت شفتي، وجزء من المصالحه ان ابويا وداني التصوير، وطلعت لبست المرياله وعملت كده وقلت الجواز يا استاذ وكده. فكان ده اول حاجه عملتها في حياتي. كانت افتكر فيلم الناظر كان في سنه 2000. بعديها ما اعرفش، واحنا في المدرسه لما كنا بنعمل جراديويشن بروجكتس دي وكده، كان عندنا واحد صاحبي قوي اسمه ابراهيم حضرج، هو اللي بيصور، اصحابنا كلهم بيمثلوا. وبعد كده انا جات لي فكره ان انا هاخد يعني هنعمل يوم التصوير ده، هنشوف هيكلفنا كام. كان 400 جنيه غالبا. وبعد كده هاخد الدفعه على كافيه اسمه بوجاردان، ونحط الفيلم ده على بروجيكتور زي مارينا كده، زي برازيليانو زمان، ونفرج الناس الفيلم اللي احنا عملناه. التذكره ب 30 جنيه، واحنا 30 واحد 900 جنيه دافعين 400، يبقى معانا 900 500 جنيه مكسب انتاج. انتاج بالظبط. خلاص كده بس كده خلاص. فكان حتى لسه عندي الافيش كان مكتوب شركه الفن الهيف ودربالة جروب. كان يعني ما اعرفش، كان افتكر دي التريجر ان انا فعلا كان على طول بحس انها الناس اللي ورا الكاميرا ليهم دور زيه زي اللي قدام الكاميرا. تعالى ما نقولش اكبر، تعالى نقول متساوي. فلقيت شغفي ان افتكر اول لما دخلت فاينل كات، اول لما بتخش الماكدونالدز وتعرف PC 1 بيج ماك بيحصل ايه بقى. ايوه بالظبط. هي دي وحلوه. وقصدي فعلا وكل حاجه بتحصل. يعني قصدي هي البريف بيجي لك ورقه، بتطلعوا فيلم
فقصدي بحس ان بالذات كمان الناس، معرفه الناس عن البروديوسرز ان هم منفذين اكتر. بحب قوي في عمر حمدي وشيرين موسى وعمر باشا شركائي، هم كرييتيف بروديوسرز فعلا. هو بيجي لهم البريف بجد بيفكروا ازاي يكراكوا البريف ده كرييتيفلي قبل ما زي ما يكون المخرج عنده دايركت انتربريتيشن، زي ما المفروض بحس ان البرودكشن يكون عنده انتربريتيشن معينه حتى يكسب بيها البيد. صح. فاهم قصدي؟ دي بحس ان احنا ال 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 الشغف ان انت تكون مش بس كل حد دلوقتي ممكن حد اصغر يعني مني ب 24 سنه يعمل اللي احنا بنعمله. افتكر الشطاره ان انت ازاي تعمله بطريقه ما حدش تاني بيعملها زيك. بس دي اللي هي مور اور ليس ان انت تكون كرييتيف بروديوسر. بالظبط، ده رايي يعني. فانا دلوقتي من وجهه نظري الشخصيه ان البروديوسر المفروض يبقى دايما الكليشيه ان البروديوسر والمخرج بيتخانقوا مع بعض. صح. والبروديوسر جايب شنطه سامسونايت في الاخر، جايب شنطه سامسونايت ويوزع الاجور في اخر اليوم. صحيح. بس ده لا يقرب للحقيقه بصله تماما. يعني الحقيقه ان هو البروديوسر والمخرج اعتقد اعمق تيم في الشغلانه، ان هو لو هم عارفين يشتغلوا مع بعض كريتيفلي وفاهمين افكار بعض، ده اللي فعلا عندك حق. افتكر اللي انت بتقوله ده بالذات انا عشته جدا في فتره جود بيبل. قعدت 4 سنين هناك، 3 سنين منهم حاجه فخور جدا بيها ان افتكر 80% من شغل ماجد نصار استاذ ماجد عملته او انتجته معاه. ماجد بيعلمك ان انت تكون اللي انت قلته دلوقتي، ان انت ما تكونش الفلوس طبعا هو في الاول وفي الاخر دي شغلتك صح. بس ماجد كنا بنبقى قاعدين في اوضه زي دي وفي لاين بروديوسر واسيستنت بروديوسر، وماجد بيتكلم في حاجه كرييتيف جدا او لوكيشن او حتى بريدج لاين ولاين بروديوسر مش هنساها. يعني بنت اسمها مريم محي عندها 24 سنه قالت حاجه فانا قلت لها ماجد لا سيبها تقول، واللي قالته مريم ماجد فعلا عمله. وماجد هو اللي علمني اللي انت بتقوله ده مش صح، ان المخرج موجود عشان يناكف في البروديوسر والبروديوسر بيناكف في المخرج. لا، انا في الاول وفي الاخر المفروض ان انت بتتراست مي. في الاول وفي الاخر البروديوسر ده انت جاي لي عشان انا اللي بعمل لك فيلمك. فاهم قصدي؟ الحقيقه ان لا، مخرجين كتير جدا بشطارتهم وبادبهم وبشغفهم بيطلعوا من البروديوسر او المدير الانتاج او هو ايفر اللي على الشغلانه ازاي فعلا يوصل لك ان هو عايز لوكيشن كده. فما تروحش تجيب شقق وخلاص، لا انت هتروح تجيب لوكيشن ريترو فينتج زي اللي بالظبط ماجد عايزه. ماجد بيوسع النطاق الشغل مع ناس كرييتيف، وان انت كمان تتقبل جدا ان هو راجل طماع جدا على شغله وطماع جدا وبيكي في اختياراته. يعني هو مش هياخد اي حاجه جدا. وفي نفس الوقت انت بتكون في وقت من الاوقات عندك صراع بتاع ان انت عايز ترضيه ومش عايز تخسر. فافتكر الصراع ده في وقت من الاوقات بيوصل فيه لحل، لان انت بتعمل له اللي هو عايزه، وهو لو هو شايفك ان انت عملت كل اللي هو عايزه. افتكر ده من كل الطرق، من لوكيشنز وكاست ووردروب وازاي اليوم بيمشي وازاي التحضير بيمشي، البروسيس نفسها. يعني كان علي دايما بيقول خلوكوا فانز اوف البرودكت مش البروسيس، ان البرودكت اهم. في الاول وفي الاخر ما حدش هيقول الاعلان ده حلو قوي بس البي بي ام كان وحش. ما حدش فاكر خالص المعلومه ولا حد مهتم خالص. ففي الاول وفي الاخر احنا بنعمل حاجه اهتم بالبرودكت بس. انا من الناس اللي بحب قوي زي ما انت بتقول قد ايه الكرييتيف بروسيس بتاعه البروديوسر وبتاعه المخرج تكون فيري الايند، تكون بيكملوا بعض. ولما ده بيحصل ما بتحسش باللي انت بتقوله ده خالص، لان انت في الاول وفي الاخر بتكون خلاص انت عارف هو عايز ايه، وهو في نفس الوقت مش عايز يخسرك. ما هو اتس ميوتشوال. فاهم قصدي؟ هي علاقه. فيلمك هينجح هيبقى حلو، انا كمان لازم اكسب لان مش هنشتغل مع بعض تاني. صح. لا بحس بالعكس اللي انت بتقوله. اكتر حاجه بشوفها ان ممكن الناس تستفاد منها هو ان انت ما تقعدش تفكر في الانتاج بصفه تنفيذيه بس. ان انت
طبعا من كتر شغل مع ناس مخرجين شطار الحمد لله. احنا السوق المصري عندنا كتير قوي منهم، فعلا شويه شويه بتفهم انها زي ما بيقولوا الشاطر بيريح. يعني قصدي لما هيطلب منك حاجه هتكون انت عارف كويس قوي ازاي تعملها، بالذات لحد زي ما انت بتقول very picky او حد عارف هو عايز ايه كويس قوي. انا في حته تانية شايفها برضو عايز اسمعها منك اكتر. اكيد. ان هو جزء من الكرياتيفيتي بتاعتك انت او الكرياتيفيتي بتاعت البروديوسر برضو في البروبلم سولفينج، او اللي هو المخرج عايز حاجه معينه، صح، اجيبها له ازاي؟ صح. وعارف او اجيبها له بالبادجت اللي معايا دي ازاي؟ صح. وعارف حاجه كمان انها عشان كده بيقولوا، انا بقول ليه البرودكشن صعب قوي، لانها الشغلانه الوحيده اللي في العالم اللي انت ما بتتعاملش غير مع تايم وماني. بس انت حلك يا الا فلوس يا الا وقت على طول. وزي ما انت بتقول شغلانه البروديوسر هي بروبلم سولفر. و انا كمان بشوف زميلنا في الشغلانه دي كان عنده الميزه جدا، عمار ابو شادي من الناس، وعمر حمدي برضو الصراحه من الناس اللي كمان مش بروبلم سولفر، من ازاي بيشوف المشكله بدري، بيشوف المشكله. وده افتكر الادج بتاع اي بروديوسر جامد من عن اي بروديوسر. يعني البروديوسر الشاطر برضو على طول كنا بنتعلمها كده، اول لما تنام بالليل حط راسك على المخده وفكر what might go wrong tomorrow. ايه اللي بكره ممكن يخيش مني، فاهم قصدي؟ مش هتنام. مش بالظبط. وعاده لما هتكون فاكر ان المفك جاي من الملابس هيجي لك من اللوكيشن، قصدي عاده ما بيبقاش. بس في ناس شطار جدا 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 في ازاي يشوفوا المشكله قبل ما تحصل، ومش ان اول لما تيجي المشكله ترمي عليها فلوس. اسهل حاجه في الدنيا ترمي على المشكله فلوس. البروبلم افتكر او لما بيجي لك مشكله وبتحلها بطريقه ما بقى بذكائك، هو ده الادج بتاع البروديوسر بنعيه عن اي بروديوسر تاني. افتكر المخرج ده بيحب يشتغل مع البرودكشن هاوس دي عشان بتريحه في حاجه، بتشوف المشكله قبل ما تحصل. يعني كل حد بيكون عنده بريفرنس بيست على ده من وجهه نظري. يعني بحس ان شغلانه البروديوسر انه يحل المشكله، وشغلانته كمان انه يحل المشكله بسلاسه من غير ما حد يحس قوي ان في مصيبه. ودي اصعب حاجه، لان انا عصبي جدا، في ناس هاديه قوي، في ناس ممكن تحس ان الدنيا بتولع وهو قاعد كده، وفي حد دمه حامي. افتكر الخبره بتخليك تكتسب ان ازاي تشوف المشكله بدري، وازاي تشتغل مع ناس. انا برضو الحمد لله مرزق قوي قوي ان احنا بقالي اكتر من 10 سنين بشتغل مع وليد عبد السلام، من احسن المنتجين الفنيين الحمد لله الموجودين. وحتى الفريق بتاعه رأفت عمرو عصام، الناس اللي بتشتغل معانا على طول احنا خلاص زي العربيه، هو ترس شغال. في حاجات احنا بنفكر بيها بعض، حاجات في شغلانتي بيفكروني بيها، وحاجات في شغلانتهم بيفكروني بيها. بحس ان المجد، كل المجد للفريق، للناس اللي حواليك، الناس اللي انت بتحاوط نفسك بيهم، اللي يخلوك لما يحصل مشكلة ما تكونش متوتر، يحلوها لك بسلاسة، يشوفوها أبدر. وفي نفس الوقت الطويل اللي انت بتاخده ان انت بتشتغل مع نفس الناس كتير بيخليك تكتسب كونفيدنس. انا لو وليد عبد السلام في الاوردر ببقى كونفيدنت عشان تواثق فيه جدا، لانه هو لان افتكر حتى شيرين دلوقتي مثلا، انا بشتغل مع وليد على طول، شيرين بتحب تشتغل مع عمرو، في عمر باشا مع حسن النون، في كل حد بيركب معاه حد. بس انا بحس ان انا مثلا الحمد لله في الفتره اللي انا كنت فيها في فاينل كات كنا اجمد فريق برودكشن، والفتره اللي كنت فيها في ماجيك بينز كانت لسه ماجيك بينز صغيره وبتكبر، بس كنا عاملين زي امبي، عيال صغيره كده اللي عايزه تاكل الزلط، فاهم قصدي؟ لما رحنا جود بيبل كنا كلنا الاخضر واليابس، يعني قصدي 3-4 سنين برودكشن هاوس اوف ذا يير وكسرنا. بس اول لما بتفتح شركتك، اول لما بتبقى بقى خلاص كل ده ما بقيتش موظف وبتبقى في وش المدفع بقى ترجع زي السمسمه وبتعيد كل ده، بتبتدي لسه وانت رايح الشوت عندك انكزايتي وبطنك قلبه. وبحس قصدي اللي ما عندوش كده يخاف، لان لسه لحد دلوقتي افتكر اضخم المخرجين وهم رايحين الاوردر بيبقوا قلقانين و this part of the job. انا حاسس ان وانس ان القلق راح خلاص بتبدا تخاش. صح. والله القلق بيبقى البارومتر اللي هو خلي بالك ما تستريحش قوي. والله كمان عارف ان ساعات كتير قوي انت بيكون
عندك شغل، ولما بيكون عندك شغل ساعات زي ما انت بتقول ما بتفكرش قوي، فبعد كده لما بتقعد بتبتدي بقى تريكونس هو ايه اللي حصل، هو أنا فاهم قصدي. بس لا عامه اكيد 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 اهم شيء ان انت تكون مش بس بروبلم سولفر، تكون بتعرف تحل مع الناس. حلو. انا عاجبني كلام كتير عن الناس والفريق. انا من الحاجات اللي انا مؤمن بيها شخصيا ان فيلم ميكنج از تيم سبورت. انت فريق، عمرك ما مفيش هتقول لك المخرج عمل كل، المخرج ما عملش ده لوحده طبعا فيه اكيد. فانا مبسوط ان الكلام اللي جاي منك كله عن الفريق والناس اللي حواليك. فاحكي لي اكتر، انت وصلت للمرحله بتاعت انا هبدا اسلم الناس التانية مسؤوليه تشتغل معايا، لان اكيد انت في الاول كنت عايز تكنترول كل حاجه. يا لهوي يا مروان، والله العظيم والله العظيم يا مروان وحياة ربنا اصعب حاجه فعلا. اقول لك على حاجه it's very personal لان it's very very hard. ولسه كنت بتكلم مع يعني مثلا احنا في شركه، عمر باشا كان بيشتغل معايا في الشركه القديمه، شيرين كانت بتشتغل في نجاره وشي جويند، طبعا كانت برودوسر، بعد كده بقت هيد اوف برودكشن دلوقتي، بعد كده باشا كان اسيستنت برودوسر، بعد كده بقى لاين برودوسر دلوقتي. انا وعمر كنا اكزيكتيف برودوسرز في شركاتنا، دلوقتي ما بقينا صحاب شركه. ودي اول مره في حياتنا نبقى اصحاب شركه، وهي صعبه جدا. و هو ده اللي انت ما افتكر it takes you to قوله للتيم بتاعك ان يا جماعه كلكم اترقيتوا في شغلانتكم، احنا بنعمل شغلانه جديده خالص لسه بنتعلمها، ولسه بيكون في trials and errors، ولسه بيكون انا عندي راي وهو عنده راي، وكل حد بيكون، بس بحس ده برضو is very very healthy. بس عامة لو سألتني الفريق او اللي انا وصلت له، انا بالذات لو هقدر اقول على باتر، لان اللي انا اقدر اتكلم عليها دلوقتي الشركات اللي فاتت دي كلها شركات لسه قائمة. احنا عمرنا ما كنا وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي من غير يعني الفريق. يعني طبعا انا وعمر عمرنا ما كنا شيرين شركتنا وعمر باشا شريكنا، لو ما كانش معانا وليد عبد السلام ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. هم الخير والبركة، هم قصدي فعلا ربنا افتكر بيرزقنا برزق بعض، بحس كده. لان احنا وصلنا كمان تسليم الرايه حاجه صعبه جدا، وان انت تكون، انا كمان بتحس ان انا I want to micro manage، انا بعرف اعمل ده كويس قوي، فايدك بتاكلك ان انت تعمله، وبعدين تحس لا ما، وده كان صراع في الاول ان انا كنت شاطر قوي on ground طول عمري، وبعدين لما بتفتح شركه لا، ما هو في حد لازم اللي هيعمل الاون جراوند ده، وانت لازم كمان تسابورت هيم، وتكون انت بتحاول تعمل حاجه تانية زي بزنس ديفلوبمنت، زي اي حاجه اخرى. انت كمان بتكسبلور نفسك فيها لاول مره. ساعات كتير قوي ما كنتش اعرف ان انا شاطر في حاجه زي دي، بحس ان انا ايه ده انا طلعت كويس فيها، وان انت تسلم الرايه. الحمد لله الحمد لله اقدر اقول اني برضو كنت محظوظ قوي، لان انا وانا بشتغل في جود بيبل كان معايا فريق سلمت الرايه بمنتهى السهوله، وكانوا ناس قد المسؤوليه جدا جدا. ولما مشيت حتى واحنا في باتر دلوقتي سلمت المسؤوليه بمنتهى السلاسه، لان افتكر قد ايه الناس اللي تحتك برضو بيكونوا زي ما انت قلت، لو وليد في التصوير او لو شيرين في التصوير، الناس دي بتخليك تكتسب كونفيدنس ان انت ظهرك موجود، انت you're backed up. ودي افتكر يعني اللهم دام هنعمه يا رب. الحمد لله الحمد لله. وده كلام بيحصل، ده كلام جميل جدا لو كل حاجه is going right. طبعا. بس لو انت شايف المفك جاي في السكه طبعا هتسيبه يجي؟ لا. عارف كان في مدارس قوي. مثلا في انا من النوعيه بتاعت ده اليوم التصوير روح، ولما الدنيا تبوظ تعالى قول لي الدنيا باظت. وفي حد هيفضل يقول لك ازاي تعمل الحاجه بالطريقه دي. انا بشوف لا، لان بحس ان انا لو انا قلت لك دلوقتي يلا انا وانت نعمل باستا بولونيز، وخدنا انا وانت نفس الريسبي بالظبط، انا هطلعها بطعم وانت هتطلعها بطعم صح. سيب الشخص اللي تحتك يعمل الباستا بتاعته بطعمه، لانه قول له الانجريدينتس، بحس قول له زي ما انت بتقول خلي بالك الفيتنج وحش. الفيتنج وحش، الملابس كارثه، فهو يبقى بس ما تقولوش الفيتنج وحش انزل روح المخزن هات لا خلاص سيبه بقى، سيبه، عشان لو انت قلت له كده هيعملها بطريقتك، و95% هيكون عنده طريقه اطول. كمان الشباب الصغير اذكى مننا بكتير وعندهم حاجات ومش هيتعلم وبحس حتى ان او هتعلمه طريقتك بس، واتس نوت فير. بحس ان هو كل حد محتاج ان هو يبيك هيز اون كيك بطريقته.
بصراحه. صح. انا عاجبني الانالوجيز للاكل كتير. هل عشان بموت كده اسمها باتر؟ لا الصراحه باتر فكره عمر. عمر اشترى جاكيت كده كان كولابوريشن ما بين بوما وشركه اسمها باتر بتاعت لبس. اوكي. وبعد كده جات له افتكر الانسايت من هنا. بعدين واحنا بنتكلم في الاول بقول له عمر طب الشركه، قال لي انا عندي ورق بتاع الشركه اوريدي اسمها باتر. فقلت له ايه ده ليه باتر؟ فقال لي باتر. بس فاهم بس قصدي؟ انا محتاجاها قوي. فاهم قصدي؟ اي يوم تصوير محتاج باتر، محتاج يتليس. بس هي دي مور ليس اي ثينك محتاجه اي حاجه بس تسموث الدنيا. طب بناء على تجربتك في التمثيل في فيلم الناظر، لو ما كنتش يعني ما كانش دربالة بقى بروديوسر، كان هيبقى ايه؟ هبقى اعمل كافيه او مطعم او كيترينج او حاجه ليها دعوه بالاكل. نفسي قوي قوي لحد دلوقتي، نفسي قوي افتح مشروع عربيه باتر تيجي تعمل اكل بريك التصوير ونبطل تبقى كيترينج سيرفيس. اوكي. نفسي نقعد نطلب كريف. ايوه ونبطلوا بقى الحاجات دي ونبقى زي بره. بس لا وحتى بعيدا عن كده بحب قوي لو افتكر عمري بطلت الشغلانه دي افتح ريستورانت في الجونه كده 6 ترابيزات ويكون بيقدم اكلتين اللي هو ستيك وتريليتشي. اسالك سؤال بره السياق سنه، مش حاسس بتشابه بين المطعم والفيلم؟ سنة يعني لو الطباخ هو المخرج صاحب المطعم هو البروديوسر. بس انا لو انا هبقى طباخ هاكلكم بطريقتي قوي يعني مش هبقى يعني بحس كمان انها لا قريبين من بعض جدا. وعادة ما اعرفش ليه المخرجين كتير قوي شطار في الاكل. علي طباخ ماهر، عمر هلال رهيب. بحس ما اعرفش كمان بستصيع شويه الراجل اللي بيعرف يطبخ، بحسها ادج المفروض كده ما يبقاش عندك. وحلو قوي تخش المطبخ تطلع بطبق الفريدو يخد اللي هو ايه الهبل ده عملته ازاي. بس بحس عارف بحس انها قريبه قوي ان فعلا الشيف هيطبخ الحاجه بطريقته. ان حد هيحط على الصوص ده حاجه هيخليها فيها طعم سنه حاجه عن حاجه. بحس انها قريبه من كده. لو اديتني انا شغلانه انتجها واديتها للبرودكشن هاوس تاني ينتجها من الشطار برضو، هو هينتجها بطريقته وانا هنتجها بطريقتي. ممكن طريقته تبقى حلوه وطريقتي برضو تبقى حلوه، بس بحس ان مفيش بروديوسر هيثينك لايك. صعب قوي. فليفرز مختلفه بالظبط. وزي ما بيقولوا producers are rare animals، وهي فعلا فليفرز مختلفه شويه. اللي انت هتشوفه لوكيشنز ممكن انا اشوفه ديكور، يعني قصدي كده. بس يا ريت لو بطلت الشغلانه اطبخ قوي قوي قوي. طب ايه حاجه تانية بره الشغلانه حاسس انها بتضيف لك في الشغلانه؟ حاجه من بره خالص، او حاجه اللي هو يعني ممكن تكون حاجه تافهه اللي هو انا ما اعرفش ابدا يومي من غير شوكولاته دارك 70%. لا لما بروح الاستاد بتروح الاستاد. لما انا عامه اهلاوي جدا جدا ومن وانا عندي 13 سنه او 12 سنه بروح الاستاد درجه ثالثه وبقعد اشجع قوي. بحس كمان الجمهور الدرجه الثالثه فيها كل الاطياف فيها. كان حتى في وقت التراس اهلاوي كده كان بيقولوا فيها انقى الفقراء واجدع الاغنياء. هي فيها كل حاجات الدنيا، وكل الناس اللي جنبك دي جايه بتشجع حاجه واحده بس. وانت بتقعد ساعتين بتنسى كل حاجه غير ان انا لو متضايق قوي او لو في مدونر في الشغل او حاجه هروح الاستاد بيغسلك من جوه. بيجدد الشغل. بحس ببقى انا this is where I feel انا اقدر اقلع التيشيرت واتنطط واصوت واطلع كل الباشن. بحب وعلى فكره عارف زي لما حد بيقول لك لو متضايق قوي روح اتمرن هيطلع النيجاتيف. الاستاد بيطلع النيجاتيف انرجي يعني بيطلع لي النيجاتيف انرجي وبيرجعك للارض. بيرجعك ان انت تشوف الدنيا، تشوف البني ادمين، تشوف ان انت مشاكلك تافهه والناس حلوه ده عظيم.
لا انا فاهم ان الالتحام حتى مع الناس ايوه تحس انك جزء من حاجه اكبر منك. ايوه. I think ده برضو وبتحس كمان ان كل الناس دي جايه عشان بتشجع حاجه، وراجل عنده 70 سنه وطفل عنده 15 سنه كلهم مؤمنين بنفس الحاجه وماشيين ايوه بيشجعوها نفس الحاجه. بحس وده اللي بيبقى بيحصل في اللوكيشن برضو. بالظبط والله ايوه 150 واحد دول جايين عشان يعملوا الاعلان ده. شطاره المخرج، وعشان كده بيسموه رب العمل، ان فعلا بتشوفها كويس جدا جدا في التصوير، ان ممكن في الساعه 19 مخرج يطلب طلب وفعلا الناس كلها تقفقف وكده، وممكن مخرج في الساعه 19 يطلب طلب والناس لسه بتعمله له بحب، تعبانين بس يعملوا له بحب. ودي افتكر لان شغلانتنا شغلانه حد اللي لسانه حلو هيسلك في الانتاج عامه، يعني it's a people's job. هي لو انت شاطر في العلاقات الانسانيه افتكر هتسلك، لانها بتخليك برضو لو انت برودوسر لازم تتعامل مع الماركتنج دايركتور بتاع شركه مالتي ناشونال، ولازم تتعامل مع كل الكرو اللي في التصوير، ولازم ده يفهمك ولازم ده يفهمك. فلازم تكون بتعرف تتكلم كذا لغه، وتكون مش بتعمل انك بتعرف تتكلمها، لا لازم تعرف تتكلمها بجد، يعني بتعرف توصل المعلومه دي للرجاله اللي في التصوير اللي هي فعلا بقى شايله اليوم، وفي نفس الوقت ان انت بتوصل ده لكلاينت ممكن ما يعرفش قوي لغه الكرو. فبحس ان بحب قوي في شغلانتنا ده ان هي وتصالح ما بينهم لما الكلاينت يغلط في حد في الكرو. لا بس والله الحمد لله ما بتحصلناش، يعني الحمد لله عمرها ما حصلت لنا الحمد لله. والحمد لله طبعا احنا يعني الكرو كله بنحترمه جدا، والحمد لله علاقتنا بالناس كلها كويسه يعني. وبحس كمان ده شطاره البني ادم، ان انت لو فعلا البرودوسر، لو انت دلوقتي انا مروان بحبه وعنده شغلانه وعايز مني موبايلي ده بديله ب 9000، ممكن حد تاني يكلمه يقول له ب 12. فاهم قصدي؟ فانت لو الناس يعني احنا اول لما فتحنا الشركه ممكن اول قشطه ورجاله الاضاءه، يعني قصدي الناس وقفت معانا بجد، وناس مش بس ان الناس الايجنسيز تبعت لك شغل، احلى بكتير ان الكرو يقف معاك، ان حد يجي يقول لك الفاتوره بتاعت اليوم، لا دي اول شغلانه بط مفيش حاجه النهارده، اللي هو ايه بتحس فعلا بيها ان انت اي بيلونج للناس دي، بحبهم وبحبهم جدا جدا. طب لو هنلخص الجيرني بتاعت دربالة لحد اللحظه دي في جمله، مش في كلمه، يعني في سنتنس، هتقول ايه؟ لسه قدامي كتير قوي ونفسي اتعلم قوي، لسه بدري ان شاء الله. يعني انا شغفي تجاه السينما يعني لسه ما عملناهاش. افتكر لو هقول كلمه هقول يا رب سينما، يا رب نعمل سينما، نفسي ان شاء الله. لا يبقى محمود شكرا، ثانك يو فيري ماتش. والله شكرا بجد، استمتعت بجد، كانت جميله جدا والله وانا قوي والله هارت تو هارت فعلا يعني. ثانك يو فيري ماتش. هطلب منك طلب اخير اكيد. اقفل لنا الحلقه. ماشي اقفل لكم الحلقه. طيب والله فعلا ثانك يو لسينك السنه دي. ممكن افتكر ده الفورث اديشن من ال3 سنين اللي فاتوا، فعلا كاحلى سنه واكتر سنه منظمه واكتر سنه فيها اون جراوند اكتيفيشنز حلوه جدا جدا. بتاعت بيس كيك وبتاعت باربر شوب بالنسبه لي كانوا احلى 2 لحد دلوقتي، ومبسوط قوي بين الدنيا ملمومه كده، كلنا متكنزين في بعض، والف مبروك. وثانك يو مارو بجد ما حسيتش بيها. ثانك يو.